بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. يستفاد من القرآن الكريم أن من صفات وملامح وسمات المجتمع الذي يبتعد عن الله تعالى وعن التربية الإيمانية، من خصائصه انقلاب الموازين عنده وفقدان الرؤية الصحيحة التي يميز بها بين الحق والباطل وبين الخطأ وبين الصح. تنقلب القيم عنده. هذا من الخصائص التي تلحظ في القرآن الكريم. مثلا نأتي بمثال، افترض أنهم كمثال على انقلاب الموازين عنده، يرى أنه خلق لهذه الدنيا، وأن كل ما مطلوب منه هو أن يلهو ويتمتع في هذه الدنيا، وهذا كلمات يكررها القرآن لهم. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. لكن المجتمع المبني على الإيمان الذي يتربى في القرآن الكريم ما هو منطقه؟ عكس ذلك: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون هي الحياة الباقية. فهذا ذا انقلاب بالموازين، يرى أن كل ما خلق لأجله. وهذا طبعا إلى اليوم المجتمع البعيد عن الإيمان أيضا يعاني من نفس المشكلة في اختلاف الموازين. افترض من انقلاب الموازين عنده أيضا المجتمع البعيد عن الله تعالى، تراه يغتر بإمكانياته، بما عنده من قوى ومن عزة. ولذلك السحرة شوف لما ألقوا عصيهم ماذا قالوا؟ وقالوا بعزة فرعون. هذه هي العزة التي يعتزون بها. بينما واليوم اليوم الدول يسموها الدول الكبرى، وتظن وكأنها كل شيء بأيديها وأنها قادرة على كل شيء. هذا انقلاب بالموازين. الله تعالى يعطي الميزان المقابل إلى هذا: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. وفي آية أخرى أن العزة لله تعالى ولرسوله وللمؤمنين. هاي أمثلة إذن لهذا التقابل بين المنطق الذي يجب أن يكون هو السائد والمنطق الآخر الذي مع الأسف هو الذي يسود في الواقع. وهذا الذي حذر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمته من الوقوع في هذا الفقدان البصيرة، الفقدان الرؤية الصحيحة، الاختلاط المفاهيم وعدم القدرة على التمييز. حذرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أن يعودوا إلى مثل هذه الحالة، واعتبرها الحالة الأخطر التي تمر بها الأمة من بعده.